كان في سؤال ليك ازاي الزمالك يفتح الجيم. شايف الزمالك نجح بصرف معانا كابتن ميدو؟ طيب كابتن ميدو مساء الانوار ونقول هارد لك يا كابتن ميدو. مساء الخير يا كابتن وسلام لكل الكباتن مع حضرتك. الله يخليك يا كابتن. يعني حابين نسمع تعليقك عن الاداء النهارده يا كابتن ميدو ورايك فيما قالت اليه المباراه. طبعا يعني احنا فرقه التليفونات من اول دقيقه قافله بتلعب ب9 لعيبه ورا وفي نفس الوقت عندهم سرعات قدام، فاحنا ما كانش ينفع ان احنا نفتح الدنيا ونسيب وندافع من اول المباراه. احنا في الوقت اللي احنا بنلعب فيه على كذا بطوله ومع السفر ومع ضغط المباريات في لعيبه لازم نبدا بيهم، لازم نديهم فرصتهم لان احنا محتاجينهم في المباريات القادمه. المفروض ان اللعيبه دي تبقى بالنسبه لها فرصه حياه او موت، ان هو دخوله جوه فرقه نادي الزمالك ان هو يثبت نفسه ان هو يستحق ان هو يكون لعيب اساسي في نادي الزمالك. للاسف مع بعض اللاعبين الكلام ده ما حصلش، لكن احنا مع ضغط المباريات احنا مجبرين ان احنا نعمل كده. احنا طب انا هقطعك معلش يا كابتن ميدو. في الشوط الثاني ادائنا يعني اتحسن كتير وضغطنا بكل الخطوط بتاعتنا، ويعني لازم في الماتشات دي لما يجي لك فرصه تخلص المباراه، وانا شايف ان الشوط الثاني جات لنا فرصتين او 3 كان ممكن ان احنا نقتل بيهم الماتش وما استغلناش الفرص دي والماتش طلع بينا في الاخر التعادل. طيب كابتن ميدو، انت بتقول ان في بعض اللاعبين يعني بما يعني ان هم ما انصفوكش او ما ادوش اللي انت كنت متصوره، زي مين يا كابتن؟ لا يا كابتن، عند لعيبتي انا راجل بحمي لعيبتي، مش بتكلم على لعيب بعينه، لكن انا النهارده في لعيبه انا بحاول ان انا اديلها اوقفها على رجليها، وفي لعيبه بحاول ان انا ادخلها معايا في اجواء المباريات، وبحاول ان انا لان انا محتاجهم في الفتره اللي جايه. يعني النهارده مع ضغط المباريات، مباراه افريقيا بره ان شاء الله نعدي ماتش دور 16 ونخش دوري المجموعات، عندنا ضغط مباريات هايل لغايه شهر 5، ففي لعيبه انا بحاول ان انا اوقفها على رجليها وبحاول ان انا ادخلها في ان هي تبقى جاهزه ان انا لو احتجتها اي وقت، خاصه ان احنا النهارده بنلعب قدام فرقه احنا مش عايز اقول فرقه سهله، لكن عايز اقول ان فرقه انا عارف ان هي هتيجي تدافع ب9 لعيبه، فعندنا فرصه ان احنا نشيل بعض اللاعبين. زي ما قلت في نهايه يعني القصه ان احنا لازم لما يجي لنا فرص ان احنا نقتل الماتش. الشوط الثاني جات لنا فرصه بتاعت دومينيك وجات لنا كذا فرصه، لو استغلناها بشكل جيد اعتقد ان احنا الماتش كان هيبقى اسهل علينا بكتير. طيب انا بس ليا تعليق يا كابتن ميدو اذا سمحت لي. اهتمامك اكيد بالمباريات الافريقيه ده امر مهم جدا، ولكن اكيد وانت راجل يعني نجم عالمي انه اليوفنتوس والارسنال عملوا ده بالنسبه للبطولات الاوروبيه، كانت النتيجه ان هم خسروا هنا وخسروا هنا، وده امر في منتهى الخطوره يا كابتن، مساله تدوير اللاعبين. يعني هي تدوير اللاعبين فيها مزايا وليها عيوب، يعني هي ليها مزايا وليها عيوب. النهارده لو كنا كسبنا وطلعنا ب3 نقاط وحرزنا هدف ما كانش حد هيتكلم على عيوبها. النهارده بتتعادل مع تليفونات بني سويف، عيوبها بتظهر، وهي دي كره القدم. لما بتكسب كل الناس بتقول ان كل الشغل اللي بتعمله صح، وده طبيعي يعني، والكباتن اللي مع حضرتك كلهم مدربين كبار وعارفين لما بتكسب كل حاجه بتتغطى، ولما بتتعثر وبتتعادل العيوب بتاعت الشكل اللي انت بتلعب فيه ممكن تظهر. لكن احنا بنحاول ان احنا زي ما انا قلت لحضرتك ان احنا يبقى عندنا بدائل جيده، بنحاول ان احنا لعيبه معينه في بعض المباريات لازم نشركها عشان نوقفها على رجليها. اللعيب المفروض ان هو بالنسبه له دي تبقى فرصه حياه وموت، ان انا خدت فرصتي مره واثنين وثلاثه لازم اثبت ان انا لازم اللعيبه استحق ان انا العب في نادي الزمالك، ان انا لعيب لازم لما المدرب يديني فرصه في مباراه ويبدا بيا مباراه او ينزلني في مباراه، مش بتكلم على لعيبه بدات بس على فكره، لازم احاول اثبت نفسي. زي على سبيل المثال النهارده عرفه السيد لما نزل، عرفه السيد لعيب بعيد بقاله فتره، لكن لما نزل كان بيقاتل في الملعب، كان بيحاول ان هو يعمل حاجه. هو ده الاتيتيود او هو ده طريقه التفكير اللي احنا بنطلبها من لاعبتنا. عدم وجود احمد علي علامه استفهام كبيره جدا يا كابتن ميدو، لا في الاساسي ولا في الاحتياطي. احمد علي عمل مباراه كبيره في المباراه اللي فاتت ومجهود كبير جدا، ولاحظت ان في التمرين في اليومين 3 اللي فاتوا كان متاثر بشكل كبير جدا من رحله السفر ومن المجهود الكبير اللي عمله، فكان كان عندي اختيار، يا اما اختار عرفه السيد يا اما احمد علي، واخترت عرفه السيد مكانه. وانا في رايي ان عرفه السيد لما نزل غير شكل الماتش، يعني عرفه السيد لما نزل عمل مجهود كبير جدا ونفذ اللي انا كنت طالبه منه. اخيرا يا كابتن ميدو، يعني عدم احراز اهداف
وتبديلك لاثنين مهاجمين باثنين لاعبي وسط، كانت وجهه النظر ايه؟ لا احنا في الاخر انا شفت ان دومينيك ابتدى المستوى البدني بتاعه ان هو خلاص مش قادر ان هو يكمل، فزقيت عبد الشافي ناحيه الشمال مكانه، نزلت محمد ابراهيم اللعيب بتاعنا الباك ليفت في محاوله لتنشيط ناحيه الثلث الاخراني. مش معنى في كره القدم مش معنى ان انت تطلع مهاجم وتنزل لعيب نص ملعب معنى كده ان انت بتدافع، لا بيبقى يعني ليه انت طلعت الاثنين مهاجمين دومينيك وجعفر. ايوه ما انا نزلت يا كابتن عرف السيد ومصطفى فتحي ومحمد ابراهيم. كنت في الاخر انا كنت بلعب بدومينيك ناحيه الشمال، لما طلعته ما كانش مهاجم، كان بيلعب ناحيه الشمال، كنا بنلعب 4-2-3-1، وفي الاخر طلعت دومينيك وزقيت عبد الشافي مكانه ومحمد ابراهيم لعب ناحيه الشمال. بالتوفيق يا كابتن ميدو في اللي جاي ان شاء الله. اشكرك. عايز احيي ميدو يا كابتن مدحت. عايز احييه انه دخل لا ماتش يعني بيعتبر خسران وبيطلع يتكلم. ما انا بقول انه دخل في مكالمه تليفونيه. بالظبط ده لازم، دي الثقافه، ودي ثقافه الكوره، ودي اللي احنا عايزينه. مش اخسر لما اكسب اتكلم، او ما اتعادل او ما اخسر ما اتكلمش. ده مهم جدا. طيب في السريع جدا لانه التلفزيون المصري مدينا ل8 ل5، وارجع تاني كنت بناشد وزيره الاعلام